أوليفر ده واحد خسران منعزل ومتوتر، قيمه زي كوبي السحرة اللي سقفوا لأمه، بس كل حاجة بتتغير لما بيقابل محاربة شجاعة عايزة تطعن بالسجق بتاعه. كل حاجة بتبدأ لما بيوصل لمدرسة كيمبرلي الجديدة للسحر مع طلبة سنة أولى تانيين. وفي الوقت اللي الكل بيضيع فيه وقت الشاشة بتاع الأنمي ده، بيشوفوا بنت غريبة لابسة زي سامور جاك ماشية قدامهم، وده بيفاجئهم. في نفس الوقت أوليفر بيسأل نفسه مين دي، لأنه حاسس بنوع من الاتصال الغريب بيها، وده اللي بيسميه القدر. بعد كده خلال استعراض الحيوانات السحرية، البنت السمرة دي بتتعصب عشان في ترول بيتعامل وحش، بس الولد ده بيدافع عن ان ده المفروض يحصل، لانه معروف ان الترولات مش ودودة مع البشر. خناقتهم كانت هتقلب بخناقة كلامية، بس أوليفر بيتدخل وبيقول انهم المفروض يتعرفوا على بعض الاول. وبينما البنت السمرة بتحاول تقدم نفسها، ساحر مجهول في وسط الزحمة بيرمي عليها تعويذة بتخلي رجليها تشتغل لوحدها وتبدأ تجري ناحية الترول غصب عنها. أوليفر والباقيين بيسألوا نفسهم إيه اللي بيحصل ده، وبيجروا وراها بسرعة عشان ينقذوها قبل ما تجري ناحية هلاكها. السحر فجأة بيختفي وهي بتقع قدام الترول، بس قبل ما الوحش الأخضر القبيح يقدر يدمرها، الساموراي بتدخل المشهد وبتوقفه. هي بتطلع سيفها وبتواجه الترول، وده بيخلي الباقيين يسألوا نفسهم هي عايزة تموت ولا هي بس غبية. هم بيتحدوا فورا وبيطلقوا تعويذة رياح، بينما أوليفر بيرمي سحر الفلوت مستدعيا صوت التنين، وده بيخوف الترول. وده بيدي فرصة للساموراي وهي بتنط فورا على الترول، وخلال ده لون شعرها فجأة بيتحول لأبيض، وده بيفاجئ أوليفر اللي بيتعرف عليه فورا على إنه اللون البريء. البنت الغريبة بتهزم الترول بضربة واحدة وبتشكر الباقيين على مساعدتهم. بعد كده في صالة المدرسة، أوليفر بيسألها كانت ناوية تعمل إيه المرة اللي فاتت، وهي بترد إنها ما كانش عندها خطة أصلا، وده بيفاجئه. بس هو لسه مستمتع بالتعويذة السحرية اللي استخدمتها قبل كده، وبيستنتج إنها أكيد عندها إمكانيات كبيرة كسحرة. المديرة إزميرالدا بتظهر قريب عشان تتكلم عن اللي بيترتب على وجودهم في أكاديمية كيمبرلي للسحر، وبتقول إن كتير اتقبلوا بس قليلين اللي هيتخرجوا. بعد كلامها اللي ما بيخلصش اللي بينقلهم لمكان تاني، أوليفر والباقيين بيتجمعوا عشان يقدموا نفسهم. البنت اللي شعرها أصفر دي شيلة من عيلة ماكفارلين، السمرة اللي كانت هتتسحق دي كاتي. هي بتحب الحيوانات وبتعتبر نفسها واحدة منهم. والولد ده اسمه جاي من عيلة المزارعين السحريين. الولد النيرد اسمه، هو مجرد شخص عادي اتولد لأبوين ملوش اسم ملوش تاريخ سحري. أوليفر بعد كده بيقدم نفسه وبيقولهم إن ولاد عمه طلبة في سنة أخيرة في المدرسة. في اللحظة دي بالظبط شيلا بتكشف عن مدى دهشتها لما استخدم صوت التنين، وهو بيقولها إنه شاطر قوي في تخصيص التعويذات وابتكار طرق جديدة لاستخدامها. بعد كده الساموراي بتقدم نفسها على إنها ناناو، وبتكشف إنها وصلت هنا بتوصية خاصة من ساحر طلع هو أبو شيلا. هو كان أنقذها لما كانت على وشك إنها تتبعت لمملكة الظلال خلال حرب. تاني يوم الصبح أوليفر بيصحى بدري ويقرر يتمشى في مدرسته الجديدة. فجأة بيسمع صوت من مكان مستخبي، وهي بتعرف نفسها إنها عميلة سرية اسمها ديريا بعتها أخوها وين عشان تراقبه. بتقوله يكلمها لما يحتاجها وبتمشي. وأوليفر لسه بيتمشى، فجأة بيلاقي نانو بتستحمى بره، وعلى طول بيرمي تعويذة سحرية عشان يغطيهم ويمنع أي حد يشوف خطتهم. بيسألها أنت ما بتتكسفيش، وهي بترد إنها بتساعد الرجالة يستعيدوا رجولتهم. بعدين بيسألها عن الندوب اللي في جسمها، فبترد إنها من الحرب اللي حاربت فيها. هو بيلف ويبص لها، بس في لحظتها بيشوف صورة بنت غريبة في نص النهر. قوام بيعرض عليها الجاكيت بتاعه عشان تتغطى، وبيسأل نفسه هي مين بجد، لأنه بيشم ريحة دم خفيفة منها مفيش أي حمام يقدر يمسحها. بعدين في نفس اليوم في حصة فنون السيف، الأستاذ جارلاند بيطلب من حد يعرف مصطلحات، والنيرد بتاع الفصل بيرفع إيده بحماس. بعد ما رغى كام دقيقة عن اللي اتسأله، الأستاذ بيعلق على ده، وبعدين بيقول للطلبة إنهم هيبدأوا الحصة باتنين عارفين يقاتلوا هيسلوا الفصل في مبارزة. ناناو على طول بتعرض إنها تحارب. لما بيشوف ده، ولد اسمه ريتشارد بيطلع قدام عشان يعلن عن اهتمامه وعشان يستغل الفرصة ويتباهى إنه أقوى من البنت اللي ادعت إنها هزمت ترول. لما بيشوف إنه عايز يستغل قلة خبرة ناناو في فنون السيف، أوليفر بسرعة بيقول للأستاذ يسيبه هو يحارب ناناو مكانه. وبينما ريتشارد بيحاول يعترض بما إنه هو اللي عرض الأول، شيلا بتتحداه لمبارزة، وده بيسمح بالخناقة بين ناناو وأوليفر. وأوليفر وناناو بيجهزوا نفسهم للقتال. الأستاذ جارلاند بيرمي تعويذة ضد الموت على سيوفهم عشان ما يجرحوش بعض. لما بتبدأ الخناقة، أوليفر بيفكر إنه هيكون لطيف معاها، بس لما بيشوف شعرها بيتحول فجأة لأبيض، بيدرك إنه يا إما يحارب بجد يا إما يخسر. الخناقة بتشتد بسرعة وهما بيخبطوا سيوفهم بمهارة. وبينما الخناقة مستمرة، وين بيدرك إن ناناو أكيد قضت على كتير حسب هلتها. بعد كام تبادل، ناناو بتبدأ تعيط عشان هو لين ضعيف غير حاسم، وده بيفاجئ أوليفر، فقرر إنه يشد على نفسه على قد ما يقدر عشان هي تقدر توصل للذروة اللي عايزاها. هم على طول بيدخلوا في وضع قاتل بنية قتل عالية، بس الأستاذ بسرعة بيوقفهم قبل ما يدخلوه في مشاكل بما إنهم كسروا التعويذة اللي رماها قبل كده. أوليفر متفاجئ وبيسأل نفسه كان بيفكر في إيه. في نفس الوقت شيلا بتسأل ريتشارد لو كان يقدر يمسك ناناو زي ما أوليفر عمل، وده بيخليه مش لاقي كلام. وبعدين هي بتقرر متشاركش في الخناقة. وبينما الطلبة بيرجعوا لفصولهم، ناناو بتجري ورا أوليفر متحمسة عشان تقوله إنها كانت أكتر خناقة ممتعة خاضتها، بس هي مش راضية تماما وبتطلب منه يعملوا ماتش إعادة، بس المرة دي بسيوف حقيقية. أوليفر بيقولها لأ، وبيقول إنه مش عايز ياخد حياتها ولا عايز يموت بدري. بعد كده بتمشي وتسيب نانو زعلان عشان رفض يسقف لها. بعدين في نفس اليوم بالليل في حصة البيولوجيا السحرية،
الأستاذ المرعب اللي أسنانه زي المناشير ادى الفصل كله واجب يعملوا شراينق حوالين دود القز، بس حذرهم ياخدوا بالهم ممكن يملوا السراينق سحر زيادة عن اللزوم ويحولوا دود القز لحشرات وحشية. لما الواجب بيبدأ شيلا وأوليفر بيخلصوا بتوعهم بسرعة بينما جاي بيعافر مع بتاعه. في نفس الوقت كاتي بتاخد بالها قوي من بتوعها عشان هي بتحب الحيوانات ومش عايزة أي حاجة فيهم تتدمر، بس في الآخر اتلهت وملت الدودة بالغلط بمنى زيادة عن اللزوم فبقت سودة. خافت وزمايلها قالوا لها فورا إنها تدمره قبل ما يتحول لوحش، بس هي كانت مترددة. الحشرة الوحشية هجمت عليها فجأة بس شيلا وأوليفر قطعوا الحشرة فورا وده خلى الأستاذ ينقصهم درجات عشان ساعدوا كاتي. بعد كده في العيادة كاتي شكرت أوليفر إنه فضل معاها وشرحت له حبها العميق للكائنات الحية. أوليفر طمنها إنه هو والباقيين هيفضلوا معاها مهما اختارت تبقى شبه مين بالرغم من الشر اللي في الدنيا دي. بعدين في نفس اليوم بالليل قابل تريزا اللي قالت له ما يصاحبش الضعاف عشان دول غالبا مش بيعيشوا كتير، بس هو قالها إن ده شيء يخصه هو. بعد كده بلغته إنه هيفضل بعيد شوية. بعد كده وهم كلهم بياكلوا في الكافتيريا افتكر فجأة إنه ساب كتابه في حصة السحر، ولما فكر يروح يجيبه أوليفر وشيلا عرضوا عليه يروحوا معاه بسبب الإشاعات عن حاجات غريبة بتحصل بالليل في المدرسة. لقى كتابه بسرعة وقال إن مفيش حاجة تخوف بعد كل ده، بس وهم راجعين للمخرج اكتشفوا إنها بقت طريق مسدود. فجأة المكان كله اتغير وظهرت طالبة أكبر اسمها أوفيليا شكلها يقلق. طلعت نوع من الضباب الشرير في الهواء وحاولت تقنعهم يقربوا بس أوليفر رفض وقال لبيت وشيلا إنهم لازم يمشوا فوراً. بس وهم بيهربوا واحد أهبل من سنة 5 اسمه سايروس سد عليهم الطريق بعظم متكوم وأوفيليا قربت منهم. سايروس وأوفيليا اللي شكلهم أعداء لدودين دخلوا بسرعة في خناقة كلامية كبرت وبقت معركة عشان يشوفوا مين أقوى. أوفيليا فجأة بدأت تطلع سحر أسود وده فاجئ أوليفر والباقيين. لما شافوا إن الاتنين قرروا يتخانقوا مع بعض أوليفر وأصحابه حاولوا يهربوا فوراً بس سايروس قالهم إن مفيش حد خرج. في اللحظة دي بالظبط نانا ظهرت كولد روش كده وقالت للتلاتة يهربوا وهي هتوقف الاتنين الأغبياء اللي بيتخانقوا دول. قالت إن في حد كان المفروض يموت لقى أخيراً مكان يعمل كده فيه وجريت ناحية الخناقة. أوليفر استغرب هي قصدها إيه بالظبط وماشي وراها فوراً، بس قبل ما يقدروا يعملوا أي حاجة رئيس اتحاد الطلبة جوديفري فجأة طلع نار ووقف الخناقة. بعد كده قال لأوفيليا وسايروس يرجعوا منين ما جم. بعدين وهم خارجين أوليفر واجه نانو بعصبية عن اللي كانت بتفكر فيه هناك وهي بسرعة شرحت إنها من زمان قوي فقدت أي ارتباط بالحياة من ساعة الحرب الفظيعة اللي واجهتها في بلدها. هي كانت هزمت جنود كتير اليوم ده وهي بتقرب من قائد العدو، جنوده حوطوها وكانوا هيخلصوا عليها لولا أبو شيلة اللي جه ينقذها. بعد كده بتقول إن من ساعتها الحياة ملهاش معنى بالنسبة لها وعشان كده كانت عايزة أمانتها تتحقق بجد وهي بتتحارب مع أوليفر. هما بيسألوا إيه هي الأمنية وهي بتحكي لهم عن الزهرة اللي في مدرسة القتال بتاعتها اسمها شايوي واللي معناها إنك تحارب وتوقع حد بتحترمه وبتقدره. أوليفر بيتفاجئ لما بيسمع الهبل ده ونانو بتقول له إنها حست بالشايوي اللي كانت بتدور عليه لما اتحاربت معاه اليوم اللي قبله، بس هي زعلانة عشان هو رفض يحاربها وده خلاها تحس إنها ملهاش لازمة من ساعتها. في الوقت ده شيل بيمسكها وبيقولها بهدوء إن جه الوقت إنها تلاقي طريقة جديدة تعيش بيها بدل ما تعيش عشان السيف. كلهم بيأكدوا لها إنهم هيكونوا أصحابها وأوليفر بيطلب منها توعد إنها عمرها ما هتحاول تنتحر تاني. بعد كده بتقوم وتوعدهم كلهم إنها هتعيش حياة جديدة. تاني يوم في حصة فنون السيف ريتشارد اللي لسه عايز يوري نفسه بيقرب من أوليفر وبيتحداه في مبارزة. بالرغم إن أوليفر مش عايز يحاربه بيوافق بنيت إنه يسيبه يكسب عشان الغبي ده يسيبه في حاله، بس نانو بتلاحظ ده وبتقول له إنها مش عايزاه يخسر إلا لو اتهزم بجد. هي بتترجاه إنه يدي كل اللي عنده لو هيحارب، بس ريتشارد بيحس إنه تريق عليه وبيتعصب عشان فاكرين إنه ضعيف وملوش لازمة. بعد كده شيلا بتكشف لأوليفر إنها وريتشارد كبروا سوا وهو دايما كان عايز يثبت نفسه في أي فرصة. وهما بيتكلموا يعني بيوصل فجأة عشان يبلغ إن كتي هربت للمكان اللي هيتنفذ فيه حكم الإعدام على الترول اللي اتمسك. في مكان الإعدام كاي بتوقف الجلاد عشان ما ينفذش الحكم بس هو بيكهربها بالسحر. أصحابها بيظهروا في اللحظة دي وهو بيحاول يهاجمهم هم كمان. بيظهر ولدين عشان يوقفوه ويقولوا إن في أمر صدر بوقف إعدام الترول عشان محتاجين يعملوا تحقيقات أكتر في الموضوع ده. بعد كده واحد من الولدين بيقدم نفسه لكاتي على إنه ميليجان محب أنصاف البشر وبيقولها تزوره في أي وقت لو احتاجت حاجة. بعد كده وهم راجعين الفصل وكيتي مبسوطة قوي فجأة بيوصلهم جواب من ريتشارد بيتحدى فيه نانو وأوليفر على خناقة. تاني يوم كاي بتروح للترول وبتحاول تصاحبه وده بيخلي زمايلها في الفصل يتريقوا عليها وده بيعصب أوليفر فبينادي على جاي وناناو عشان ينضموا ليه ويدوا العيال الهبل دول علقة وده في الآخر بيوديهم أوضة الاحتجاز. وبالرغم إن شيلا مش مستغربة إن جاي وناناو متورطين مش مصدقة إن ولد كويس زي أوليفر يكون من المخالفين كمان. كاي بتيجي تعتذر إنها معرفتش تدافع عن نفسها بس أوليفر بيقولها إن هو اللي غلطان عشان ساب مشاعره تسيطر عليه. في اللحظة دي بالظبط شيلا بتبلغهم إنهم قدروا يخلوا زمايلهم في الفصل ضدهم وريتشارد أكيد هيستخدم ده لصالحه وهي بتضيف إن خناقة اليوم اللي بعده مش هتكون عادلة وأوليفر بيقوم وكأنه مستعد لأي حاجة هتحصل. تاني يوم لما وصلوا ساحة المعركة ريتشارد بلغهم بمفاجأة إن في عرض قتال وسابهم يتساءلوا ده معناها إيه. فجأة كام وحش كوبولد ظهروا وريتشارد قتلهم. أوليفر سأل إيه اللي بيعمله ده كان مستني مبارزة بس ريتشارد رد إنه قرر يحولها لتحدي الكوبولدز
هو ضد 2 منهم، واللي يوقع كوبولتس أكتر هو اللي يكسب. الجمهور بدأ يسقف عشان متحمسين يشوفوا الموضوع ده هيخلص إزاي. في الوقت ده كاتي كانت قلقانة على الوحوش. في اللحظة دي ناناو اتعصبت ووصفتهم كلهم بالأغبياء عشان مستمتعين بحاجة تافهة زي دي. بس الطلاب قالوا لها قولي ده للحكام، وبدأوا يرموا عليها ازايز. ناناو قالت لأوليفر إنهم لازم يمشوا، وقالت إن المسابقة دي مش فارقة معاها. بس أصحاب ريتشارد سدوا طريقها. في نفس الوقت لما واحد أهبل راح يحرر وحوش زيادة، اكتشف بشكل مفاجئ وحش أخطر منه اللي بعته لمملكة الظلال في لحظتها. الوحش دخل الساحة وبدأ يبعت الكل للعدم. أوليفر عرف الوحش ده إنه جارودة، وسأل نفسه هو إيه اللي جابه هنا في الوقت اللي ريتشارد كان ندمان على قرارات حياته اللي رتبت كل ده من الأول. لما شاف الجارودة بيقدم للطلاب نصيبهم من الموت واحد ورا التاني، كان هيعملها على نفسه وبدأ يجري. مع إن أوليفر حذره إنه ما يعملش كده، الوحش طارده على طول وكان هيموته لولا ناناو اللي صدت هجومه. هي بدأت تحارب الوحش الطائر، ومفاجأة لأوليفر لما شاف كده جاي قال للباقيين إنهم لازم يساعدوها. بس شيلا قالت له يسكت ويركز في إنه يحمي نفسه الأول عشان ضعفه ده هيجر ناناو بس. وبينما ناناو لسه بتحارب الجارودة، فجأة أطلق هجوم فظيع كان ممكن ينهي نسلها بالكامل. بس أوليفر رمى تعويذة في الوقت المناسب وأنقذها. الوحش بعد كده واجه أوليفر، وبينما هو بالعافية محافظ على وتيرة القتال، الجارودة ضربه. بعدين حاول ينقله لعالم تاني، بس ناناو أنقذته برضه وكملت مواجهة الوحش. في الوقت اللي أوليفر قدر يزحف لمكان آمن، هو رمى سحر علاجي على جرحه. بس ريتشارد كان هناك برضه وسأله ليه لسه بيحاربوا، وبيسأل لو ما كانوش خايفين. أوليفر كشف إنه مع إنه خايف، ناناو شكلها مش خايفة. بعدين قال إنها محاربة ومش شخص عادي زيه، عشان كده لازم يساعدها ويعلمها تعيش كشخص عادي، وإلا ممكن تموت. لما رجع الساحة قال لريتشارد إن ناناو كانت عايزة تشوف هو بيحارب إزاي برضه، وده فاجئه. أوليفر رجع للقتال فورا وقال لناناو إنه هيخلق لها فرصة عشان تقدر توجه الضربة الأخيرة وتنهي الموضوع ده. بعد لحظات قليلة أوليفر شاف فرصة ورمى تعويذة بسرعة وعمل فتحة لناناو. لكن بينما ناناو بتجري ناحية الجارودة، هو استعاد قوته بسرعة من تعويذة أوليفر، وده فاجئه. عشان كده قرر فورا يستخدم نفسه كطعم عشان هي تقدر تهاجم. في اللحظة دي ريتشارد رمى هجوم سحري وزعزع الجارودة وأنقذ أوليفر. ناناو بعد كده عملت آخر سلسلة حركات وقطعت راس الوحش. أوليفر وناناو قربوا من ريتشارد عشان يشكروه إنه ساعدهم وعبروا عن فخرهم بيه قد إيه هم فخورين بيه، وده خلاه يتأثر عشان طول عمره بيتقال عليه إنه عار على عشيرته. تاني يوم كاي زارت الترول تاني ومعاها أكل على أمل إنه يقبل أكلها المرة دي، ورغم إنها افتكرت إنه رفض تاني لأنه مرتش، فجأة مسك الأكل وبدأ ياكل، وده خلى كاتي مبسوطة. في نفس الوقت ميليجان اللي كانت شاكة في نجاحها مع الترول اتفاجئت وشجعتها. بعد كده وأوليفر وأصحابه بيتغدوا، هو خمن إنه بالنظر للي حصل الليلة اللي فاتت أكيد كانت عملية انتقامية مدبرة من نشطاء حقوق أنصاف البشر بسبب اللي حصل مع الترول، وهو شايف إن ده مش النهاية، وجاي قال إنه يتمنى إن الأساتذة يعرفوا بالموضوع ده. بس أوليفر قال له إن المدرسة مش هتدخل لأن هما شايفين إنها مجرد خناقة بين طلبة خرجت عن السيطرة. شيلا ضافت إن في كيمبرلي اللي بيحصل ده مش حاجة مميزة، وده خلى جاي يدرك إن دخوله الأكاديمية دي أسوأ قرار في حياته. في نفس الوقت بعض زمايلهم في الفصل كانوا بيمدحوا ناناو عشان هزم جارودة، ولما شيلا شافت إن أوليفر مش بياخد نفس الاهتمام عرضت عليه إنها تديله بوسة انتصار، بس هو قالها إنه هيعديها. ناناو سمعت كده وجت عشان تبوسه وهي بتطالب ببوسة لنفسها، بس ابن عم أوليفر قطعهم. بعد كده في حصة الكيمياء الأستاذ جرفيل اداهم واجب، وأثناء ما الطلبة بيعملوه أوليفر عرض إنه يساعد بيت، بس الغبي اللي واثق في نفسه زيادة عن اللزوم رد وقالوا إنه مش محتاج مساعدته. لكن بسرعة وقع في مشكلة، بس أوليفر بسرعة رمى تعويذة وغطاه بجسمه عشان يمنعه من الانفجار. الأستاذ انبهر وسأله عن اسمه وعلق إنه شكله اتدرب كويس قوي عشان يقدر يعمل كده. لكن وهو ماشي قال له لأوليفر إنه هيفتكر اسمه ووشه، بس حذره إنه ياخد باله من نوعية أصحابه اللي معاه. بعد الحصة وأوليفر بيتكلم مع المجموعة، ريتشارد ظهر فجأة عشان يحذره من جرفيل، وقال له إن ليه تاريخ في تدمير مستقبل كل طالب موهوب كان تحت إشرافه. قال له لأوليفر إن جرامفيل ممكن يطارده هو كمان قريب، وحذره إنه ياخد باله. بعد كده هو قال لكاتي إن واحد من معارفه عايز يتكلم معاها، وهم خارجين قابلوا مالي اللي كشفت إنها كانت مسؤولة عن الحادثة اللي حصلت لكاتي اليوم اللي قبله، واعتذرت. لما سمع كده أوليفر سألها مين كان شغال معاها، لأنه أكيد كان في حد تاني هناك عشان يخلي الترول يتجنن، بس ما ردت وقالت إنها متعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. كل اللي كانت عايزاه إنها تحرج كاتي. وهم في طريقهم راجعين الفصل استنتجوا إن الموضوع ده بيتعقد أكتر، بس بعد كده كاتي قالت لهم إنها عايزة تزور الترول تاني، وممكن المرة دي تبقى أحسن صاحبة ليه. وأثناء ما كاتي بتواجه الترول فجأة الترول اتكلم وقالها متجيش تاني، وبيلمح إن ميليجان أخطر مما تبدو. في نفس الوقت أوليفر وناناو بيتدربوا سوا وهما بيتكلموا، أوليفر فجأة أدرك إن الترول كان بيحاول يهرب، بدل ما يكون فقد السيطرة زي ما افتكروا في الأول. يجروا على طول على قفص الترول بس عشان يكتشفوا إن كات اختفت. الترول بيقول إنها اتخذت لنفس المكان اللي كانت فيه زمان، المتاهة. أوليفر وناناو يروحوا هناك على طول عشان هم فاهمين كويس قوي إن دي كانت خطة ناشط حقوق نص بشر من الأول، اللي كان بيحاول يخلي النص بشر أذكياء زي البشر. وهم بيتعمقوا أكتر في المتاهة فجأة يتسحبوا جوه أوضة غريبة وهم بيفكروا يكلموا السلطات،
تظهر ميليجان قدامهم وتقول إنها مش هتسمح بكده، بعد كده تعبر عن غضبها عشان جمدوا الجرودة بتاعتها بالتلج وتخليهم يفهموا إنها هي اللي ورا الموضوع ده. فجأة يشوفوا كاتا نايمة على لوح حجري، وميليجان تكشف إن كاتا هي المفتاح لنجاح تجربتها على النص بشر عشان هي قدرت تخلي الترول يتكلم مقارنة بنفسها. ميليجان تستدعي كام فريق جراحي وتقول إنها عايزة بس تبص جوه مخ كاتا عشان تعرف هي عملت كده إزاي، بعد كده توريهم النص بشر والجراء التانيين اللي كانت شغالة عليهم، وده يخلي ناناو تغضب. ففي لحظة تغير لون شعرها وتشن هجوم قبل ما أوليفر يقدر يحذرها متعملش كده. ميليجان على طول ترمي تعويذة بعينها المسحورة اللي تبدأ تحول ناناو لتمثال، بس أوليفر بسرعة يبطل التعويذة وينقذها. ميليجان تنبهر وتقرأ لهم سيرتها الذاتية بشكل مناسب وتقدم نفسها كطالبة في السنة الرابعة متخصصة في بيولوجيا النص بشر. بسرعة تقوم خناقة، وبعد كام تبادل ضربات أوليفر يدرك إنها مش عدوة سهلة. في نفس الوقت ناناو الجريئة تشن هجوم تاني بس تقع في فخ ميليجان كانت حطاه. ميليجان بعد كده تحرق الحفرة وتخوف أوليفر، بس ناناو تظهر بشكل مفاجئ في نص اللهب وتهجم على ميليجان. في لحظة ميليجان تطلق تعويذة رياح، بس ناناو بمهارة تحرف السحر بفيضانها وتفاجئ أوليفر. هو يستغرب هي عملت كده إزاي ويشك إنها هي كمان تعرف. ميليجان تقرر تبقى جدية أكتر وترمي تعويذة لهب، بس أوليفر وناناو يدمجوا سحرهم عشان يبطلوها. أوليفر وناناو بعد كده يخططوا خطة أوليفر فيها يلهي ميليجان ويسمح لناناو تقرب من وراها من غير ما تحس. هي بعد كده تحاول تضربها قبل ما تقدر تلف عشان تستخدم عينها المسحورة ضدها، بس ميليجان تكشف بشكل مفاجئ عن عين مسحورة تانية في كف إيدها. أوليفر يخاف على ناناو على طول، بس هي بشكل مذهل تناور وتعدي من التعويذة بسرعة البرق وتحسب كام معادلة فيزيائية، وفي الآخر تقطع إيد ميليجان. ميليجان تقع على طول، بس أوليفر يتفاجئ. هو يدرك إن ناناو لسه مستخدمة سيف سحري من غير ما تعرف، وما كانش شبه أي سيف من السيوف السحرية الستة اللي موجودة، وده معناه إنه السيف السحري السابع اللي محدش في العالم يعرفه. بعد كده جودفري ومساعده يوصلوا وهم مستغربين انهم قدروا يهزموا ميليجان من غيرهم، بس اوليفر يستغرب مين اللي بلغهم اصلا. بعد كده ياخدوا كاتا للمستوصف وهناك اوليفر يشرح كل اللي حصل، بس كاتا تفضل روحها حلوه حتى بعد ما عرفت ان ميليجان استغلتها. ده بيخلي اوليفر يتحمس لانه كمان قدر يحمي جنبه الطيب من انه يتلوث. بعدين وهم رايحين الدرس جرانفيل بيلاقيهم وبيطلب منه يتكلم معاه لوحده. جرانفيل بياخده للمتاهه وهما بيتخانقوا. اوليفر بيتهم جرانفيل انه كان عارف ميليجان كان بيعمل ايه في الترول. جرانفيل بيحاول ينكر، بس أوليفر بيقول له إن الموضوع كان واضح قوي من إنه كان مستعجل ينفذ حكم الإعدام على الترول، وده معناه إنه كان بيحاول يتخلص من الدليل. جرانفيل بيتفاجئ إنه كشفه، ولما بيسأل نفسه إذا كان ده بسبب قدرة خاصة عند أوليفر فجأة بيسأله عن حدث حصل من 7 سنين. لما بيلاحظ إن أوليفر عارف حاجات كتير، جرانفيل بيتعالى في كلامه عن الحدث وده بيضايق أوليفر وبتبدأ خناقة فوراً. وأوليفر بيتحرك عشان يهاجم جرانفيل، بيحلل فوراً كل الاحتمالات المستقبلية للخناقة وبيكتشف إنه مفيش طريقة يهرب بيها من الموت لو واجه جرينفيل مباشرة، لكن بيقدر يلاقي خط زمني بيخلص لصالحه وبيمشي في الطريق ده، وبالتالي بيتفوق على جرينفيل بيتفاجئ إن أوليفر يقدر يستخدم السيف السحري اللي كان المفروض يختفي مع الضحية دي في الليلة دي من 7 سنين. بعدين جرانفيل بيكتشف بشكل مفاجئ إن أوليفر هو ابن الست دي، وأوليفر بيوعد إنه هيسبب له نفس الألم اللي جرانفيل سببه لأمه في الليلة دي لحد ما يقول الكلمات الصح اللي هتخليه يقف. أوليفر بيبدأ يعذبه لحد ما جرانفيل بيقع عشان يدوق الموت، وأوليفر بيحقق له رغبته بكل سرور. في اللحظة دي أخوه وين وأخته وتريزا بيظهروا، وأوليفر بيكتشف إن تريزا هي اللي قالت لجودفري ومساعده ويترو عن الخناقة مع ميليجان. كورونادو بيبقى زعيم طائفة سرية وبيوعد إنه هيقضي على كل اللي شاركوا في موت أمه بما فيهم إزميرالدا مديرة كيمبرلي. في اللحظة دي بيفتكر كلام ناناو إن مفيش سعادة في سيف بيتشال عشان الانتقام، لكن بس في سيف بيتشال عشان الحب المتبادل، وبيتمنى يكتشف إذا كان ده حقيقي ولا كله كلام كبير. بعد 4 شهور الشرير اللي عامل اجتماع عن اختفاء جرانفيل المفاجئ وبيفترضوا انه اكيد مات. ده بيخليهم يسالوا نفسهم مين ممكن يكون المسؤول، وحتى بيشكوا في نفسهم. ابو شيلا بينضم للمحادثه، وازميرالدا بتشاور ان اي حد ليه علاقه بموت جرينفيل بقى عدو. في نفس الوقت واحد منهم بيقترح انه ممكن يكون طالب، وازميرالدا بتقول ان الطالب ده هيعاني من اليأس. تاني يوم بيت بتصحى فجأة من النوم وبتكتشف ان ضمائرها دلوقتي هي ولها. أوليفر بيسأل نفسه ايه اللي حصل وبيحاول يقرب منها، بس بيت بتتصرف بغرابة. بيت بتبقى متضايقة طول اليوم، وده بيخلي أصحابها يسألوا نفسهم ليه بتتصرف بغرابة. كاي بتسألها إذا كان جاي يحاول يستخدم زيت أطفال أو حاجة زي كده، وده بيغضب جاي وهو بيأكد إنه مستقيم جنسيا جدا. في نفس الوقت بيت بتتعصب أكتر زي البنت اللي عندها الدورة الشهرية وبتبعد. في اللحظة دي بالظبط أستاذ متحمس قوي مسمي نفسه داستين بيقدم نفسه كمدربهم على المكانس. يدخلوا أوضة المقشات ويشوفوا مقشات كتير طايرة هنا وهناك، ما عدا واحدة اسمها المقشة المتمردة اللي بتفضل إنها تتكنس بيها الأرض. ناناو بتقرب من المقشة دي وبتلاحظ إنها بس بتمر بواحدة من نوبات تقلب المزاج بتاعتها، فبتقولها كام كلمة تحفيز وبتنجح إن المقشة تطيعها وتسمع كلامها، وده بيفاجئ الكل. بتطير بيها فوراً زي السحرة المحترفة وبتسيب الكل فاتح بقى ومبهور زي الهبل.
في الوقت ده وأوليفر بيتفرج عليها بيستنتج إن دي نفس المقشة اللي كانت أمه بتركبها زمان، وبيتفاجئ إن المقشة اختارت ناناو. بعدين بيت بيفضل يتصرف بوقاحة، وفي الحصة اللي بعدها بيتعرض لهجوم برضه خلال حصة عملية، بس أوليفر بينقذه. أوليفر بيقابله لوحده وفجأة بيسأله لو غير جنسه. بيت بيرد بإنه وبيوريه زوج البطيخ الجديد بتاعه، وبيقول إنه صحي فجأة من النوم واكتشف إنه طلع له غدا الثديية. أوليفر بيقوله إن عنده حاجة بتخليه نوع نادر في عالم السحر، هو ريفيري، واحد بيتحول بين جنسين. أوليفر بعد كده بيهنيه على موهبته الجديدة، بس بيت مش فاهم هو بيتكلم عن إيه بالظبط، عشان كده أوليفر بيقول له يحاول يرمي تعويذة سحرية. لما بيحاول يعمل كده بيت بيتفاجئ إنه بقى يقدر يعملها دلوقتي على عكس الأول، وبيسأل نفسه إزاي ده ممكن. أوليفر بيقول له إن معروف إن كل جنس ليه قدرته الخاصة، وهما بيتكلموا ويس بيدخل فجأة. هو بيكشف إنه كان بيراقب بيت من ساعة ما لاحظ حاجة غريبة فيه. في اللحظة دي بيدعوه لاجتماع في المتاهة هيحصل بالليل، وهما رايحين للاجتماع بالليل بيقابلوا جودفري اللي بيوصلهم بأمان للمكان، اللي هو عبارة عن اجتماع لناس عندهم سمات سحرية مبنية على النوع. أول ما الحدث بيبدأ أوليفر بيتفاجئ لما بيشوف أخوه، وبعدين ويثرو بيطلع على المسرح عشان يغني زي نسخة رخيصة من ريهانا. بعد كام ساعة بيرجعوا لأصحابهم اللي كانوا قلقانين عليهم عشان ما كانوش عارفين هم فين. في الوقت ده ولد بيتجسس عليهم وبيتعصب لما بيشوفهم مع بعض. تاني يوم وهما ماشيين في المدرسة الولد اللي كان بيتجسس عليهم امبارح بيظهر وبيعرف نفسه إنه روسي، وهو كمان طالب سنة أولى. بيهزر معاهم شوية وبيقول لبيت إن طريقهم هيتقاطع قريب قبل ما يمشي. بعدين في حصة فنون المبارزة روسي وبيت بيواجهوا بعض في مبارزة، وأول ما بتبدأ المعركة أوليفر وشيلا بيلاحظوا إن بيت متوتر قوي. روسي وبيت بيندفعوا بسرعة ناحية بعض، بس بعد تانيتين بس روسي بيهزم الضعيف أبو 4 عيون. روسي بعد كده بيناديه يا أميرة عشان هو مستخبي تحت حماية أصحابه الأقوى. ده بيغضب بيت فبيقابل أصحابه عشان يساعدوه يقوى، وهم بيوافقوا يدربوه. التدريب بيبدأ قريب بأوليفر وهو بيعلمه إزاي يقدر المسافة بدقة. في الوقت ده روسي بيسمع بيت من ركن. وقت الغدا في نفس اليوم روسي بيظهر فجأة وبيقول إنه يقدر يدرب بيت أسرع من أوليفر وشيلا. لما شيلا بتقوله يسكت روس بيقترح فورا تحدي لكل الفصل عشان يحددوا مين هو جوكو الفصل. كام طالب بيبينوا اهتمامهم على طول حتى ناناو، وده بيخلي أوليفر وشيلا ملهمش حل غير إنهم يشاركوا. روسي بعد كده بيشرح قواعد اللعبة وبيقول إن كل ما حد بيخسر هو بيدي ميدالية للفايز، واللي بيخلص ومعاه ميداليات أكتر بيكسب. بنت رخمة اسمها أوديت بتتحدى ناناو على طول، فاكرة إنها الأقوى عشان ناناو مش شاطر في استخدام السحر. لما الخناقة بتبدأ أوديت بترمي تعويذة سحرية على طول وهي محافظة على مسافة أبعد من مدى سيف ناناو، بس اللي ما كانتش تعرفه إن ناناو اتعلم فنون قتالية من راهب في الصين. ناناو على طول بيصد التعويذة بسيفه وبيسيطر عليها بسرعة جدا، وده بيفاجئها. بعد كده في نفس اليوم بالليل بعد حصة تدريب مع تاوي تريزا بتقابل أوليفر وبتقول له إن أخوه وأخته عايزين يشوفوه، وهو في طريقه للمكان بيقابل إيفليا، وأول ما بيحاول يطلع سيفه بسرعة هي بتقول له اهدى وبتقول إنها عايزة تتكلم. بس هي بتتكلم شوية وبتنصحه إنه ما يدخلش في مغامرات كتير وإنما يفضل طالب كويس خلال الكام شهر اللي جايين. أوليفر بيقابل إخواته بعدها بفترة قصيرة، وين بيدخل في الموضوع على طول وبيسأله لو شاف ناناو فعلا بيستخدم سيف ال7 تعويذات. أوليفر بيرد إن إحساسه بيقول له مع إنه مش متأكد. بعد كده أوليفر بيقول إنه بطريقة ما بقى متعلق بيها، وين بيقول له إنها غالبا هتكون حد يغير جوهر هويته، وبينصح أوليفر إنه يسيب المشاعر على جنب ويكون مخلص ليها على قد ما يقدر. بعد كده لما أوليفر بيرجع روسي بيقابله وبيتحداه في خناقة وهو بيوافق. الخناقة بتشتد بسرعة وروسي بيعرف يوجه كام ضربة وحشية باستخدام حيل وسخة. لما بيشوف كده أوليفر بيشكره إنه خلاه ياخد باله إنه لسه مش خبير، بس بيقول لروسي إنه المفروض يجهز نفسه للخسارة في ال8 حركات اللي جايين. روسي بيقول إن ده كذب، بس بعد 8 حركات بالظبط أوليفر بيكسبه زي محترف في فن السيف. بعد كده بيبدأ يشرح له إنه محتاج يتعلم أساليب القتال الأساسية، وبعدها روسي بيتنازل عن واحدة من ميدالياته. أوليفر بيرجع أوضته عشان يلاقي باين بيرتعش في سريره، فبيخففه بسرعة بالسحر وبيقول له إن ده عشان جسمه لسه مش متعود على التعامل مع السحر وهو في شكله الأنثوي. بعد كده أوليفر بيقول إن محتاج يتعلم إزاي يوجه التدفق. بعد كده لما أوليفر بيرجع لسريره بيقول لعكايد إنه ما ينفعش يفضل مخبيه عن الناس. ففي اليوم اللي بعده هو بيقول للمجموعة إنه ريفرسي، وده بيفاجئهم. وشيلا على طول بتعرض إنها تعلمه إزاي يستخدم هبته الجديدة. هي بتبلغه إنه بسبب قدرته الجديدة بقى عنده رحم، وده من أحسن الأماكن لتخزين المانا، فلما باقي جسمه بيخلص منه المانا الرحم بيتفتح وبيمده بكل المانا اللي حطها فيه. هي بتفتحه له وده بيخلي أنن يحس على طول بموجة قوة بتخليه يفتكر إنه دكتور سترينج للحظة. هي بتقفله تاني، وفي الوقت اللي كاتب بتعرض إنها توري وان أحسن محل بره غريبة، وده بيحرجه. بيظهر روسي عشان يقولهم إنه بينسحب من المسابقة عشان مؤخرته الضعيفة كانت في سلسلة خسائر أكتر من مانشستر يونايتد. بعدين بيقول إنه مش طايق يستنى يشوف بقى قوي قد إيه بعد الظهر في نفس اليوم. في حصة فنون السيف اللي جاية بيت بيواجه كورنواليس اللي شايل منه عشان هو فاهم كل حاجة، بس مان بيرجع توازنه بسرعة وبيتحاشى ضرباته وهو بيحاول يوجه ضربة، بس الوقت بيخلص قبل ما يقدر يعمل كده، وده بيخليه زعلان عشان جسمه الضعيف ما قدرش حتى يضرب ضربة. بس أصحابه بيشجعوه. في اللحظة دي روسي بتيجي تقوله إنه عمل أحسن من المرة اللي فاتت، وبتقوله إنه ممكن يفكر في نصيحة أوليفر في الآخر.
بعد الظهر في نفس اليوم كاتي بتستلم جواب من ميليجان بيقولها إنها ممكن تاخد الورشة اللي كانت بتاعته زمان كشكل من أشكال الاعتذار، بس لما أصحابها بيسمعوا الكلام ده بيعتبروه حاجة خطيرة وبيقولوا لها بلاش، بس كاتي بتقولهم قد إيه النوع البشري بتاعي بيتعامل بوحشية. هي بتقول إنها عايزة تبقى زي نيلسون مانديلا بالنسبة لهم ومحتاجة مساعدة أصحابها عشان تحقق ده. لما بيسمعوا الكلام ده ناناو بتوافق تساعدها والباقيين بيعملوا زيها. بعدين بالليل في نفس اليوم بيروحوا المتاهة عشان يعينوا الورشة، ولما بيوصلوا بيتفاجئوا قد إيه المكان كبير. المكان ده هيتحول لقاعدتهم الجديدة. بعد كده بيقضوا شوية وقت بياكلوا باربيكيو، وفي حماس اللحظة شيلا بتقترح إنهم يسموا مجموعتهم عشان الموضوع يبقى مميز أكتر، وهما بيفكروا في اسم مناسب ناناو فجأة بتقوم وبتطلب منهم يسحبوا سيوفهم ويعملوا دايرة. بعدين بيحطوا سيوفهم فوق بعض عشان يعملوا وردة سيف، ودي عادة منتشرة في الخنادق اللي ناناو جت منها. هي بتعمل خطاب يستاهل يبقى في تيدكس وبعدين بتسميهم وردات السيف، وده اللي الكل بيوافق عليه وهم بيتمنوا إن الذكريات دي تفضل للأبد. في نفس الوقت في الناحية التانية من المدرسة إف بتروح تقول لكورنواليس إن شيلا وأصحابها في المتاهة وهي شايفة إن دي فرصة عشان تهاجمها. بعدين بالليل في نفس اليوم كاتي بتظهر ومعاها الترول وبتفاجئ الكل وهم بيسألوا نفسهم إزاي قدرت تجيبه هنا. ميليجان كمان بتظهر وبتقول إنها هي اللي ساعدت في إنه يجي، بس أوليفر لسه مش مصدقها. بعد كده شيلا بتسأل ميليجان ليه ادت لكاتي الورشة، وهي بترد إنها بس بتستثمر في إمكانياتها المستقبلية على أمل إنها تستفيد هي كمان. كاتي بعد كده بتقدم الترول للكل على إنه ماركو وأوليفر بيقرب منه عشان يرحب بيه في المجموعة. بعد كده المجموعة بتتجه للطبقة التانية من المتاهة، بس فجأة بيقابلوا إف وكورنواليس اللي بيتحدوا شيلا وناناو على خناقة. في اللحظة دي واحد اسمه البرايت بيظهر من العدم وبيقول إنه عايز ينضم هو كمان. هو عايز يواجه ناناو وبيطلب إنهم يضيفوا أوليفر عشان تبقى 3 ضد 3. الكل بيروح للمستوى التاني والخناقة بتبدأ بسرعة، بس أوليفر بيهاجم البرايت على طول قبل ما يقدر يهاجم ناناو. في حين شيلا وناناو بيواجهوا كورنواليس وفيي. المعركة بتشتد لما كورنواليس وشيلا بيتبادلوا هجمات السيوف بمهارة، في حين ناناو وفيي بيلعبوا استغماية زي الأطفال. الخناقة بين أوليفر والبرايت بتبقى شديدة قوي، والبرايت مش بيبطل يرمي كلام على المسكين ده عشان هو فاكر إنه ضعيف، بس أوليفر بيقول له يحتفظ بكلامه لما يكسب بجد. مع استمرار المعركة أوليفر بيقدر يعمل جرح في خد أولبرايت وبيقول له أنا مسكتك. في اللحظة دي بالظبط كايتي بتلاحظ حاجة غريبة في سقف الطبقة التانية وبتلفت انتباه زمايلها الضعاف ليها. فيك بيجري هنا وهناك زي الأهبل شوية وبيكتشف إن المعركة دي أصعب مما كان متوقع. في اللحظة دي كورنواليس بيسألها إذا كانت هتدي النصر بأي تمن، فهي بتفتكر فوراً لما هي أنقذته وهو أصغر، ومن ساعتها وهي حلفت تخدمه. بتقول لكورنواليس إنه ياخد القرار، ولما هي بتستدعي تعويذة هو بيتحول فوراً لذئب بشري. المعركة بتصعب أكتر عشان التعويذات والضربات مش بتأثر في الذئب البشري. لما بيشوف ده أوليبرايت بيقول لأوليفر إنه حر يستخدم ده كحجة عشان يهرب، بس أوليفر بيقول له إنه مش هيروح في أي حتة عشان أصحابه مش محتاجين إنه يجي يساعدهم. في الوقت ده شيلا بتحاول تقنع كورنواليس إنه يحول فاي تاني عشان معروف إن أنصاف الذئاب البشرية بيعانوا من ألم رهيب كل مرة بيتحولوا فيها. لكن كورنواليس بيقولها تقفل بقى القذر، وناناو كمان بتقول لشيلا إن المعركة دي عدت مرحلة الكلام التحفيزي عشان واضح إن كورنواليس وفاي قابلوا الألم اللي بيجي مع القرار ده. شيلا بتعتذر على تدخلها وبتستعد فوراً للقتال بكل طاقتها. المعركة بتستمر، وبعد سلسلة من التبادلات شيلا بترمي تعويذة بتخترق الذئب البشري وبتفاجئ كورنواليس وبترميها على الأرض. في الوقت ده أوليفر وأولبرايت بيختبروا قوتهم وقدرة تحملهم وتقريباً بيحولوا قتال السيوف لمصارعة سومو، لكن أوليفر بيقدر يسيطر عليه وبيكسب. بالإضافة لكده في نفس الوقت كورنواليس وشيلا بيواجهوا بعض وشيلا بتهزمها بسرعة، وده بيخلي كورنواليس تسأل نفسها ليه هي ما بتكسبش أبداً. شيلا بتقرب منها وبتسألها إذا كانت دايماً بتكرهها، وفاي بتحكي إن كورنواليس كانت دايماً عايزة تحل محلها عشان أبوها عمره ما اعترف بيها. في اللحظة دي بالظبط ناناو بتمسك إيدين كورنواليس وبتقولها إنها محتاجة تكون هي نفسها ومش زي أي حد تاني أو أي كلام تحفيزي أهبل كده. ده بيرسم ابتسامة على وشها، وأوليفر وهو بيبص من بعيد بيكون عنده لحظة فخر أبوي. بعدين بيقول لأولبرايت إنه يحارب أنا في وقت ما وهو كمان ممكن يحس بحاجة، بس أولبرايت بيرد إنه هو كمان عنده قصة يحكيها. بيبتدي يحكي إزاي كان بيلعب شطرنج مع بنت وهو صغير. في الأول كان بيكسب البنت لحد ما هي اتحسنت، وفي الآخر غلبته في يوم من الأيام. هو كان مبسوط عشانها وحكى لأبوه، بس ده سبب له تعذيب بس عشان عيلة أولبرايت ما كانش المفروض تخسر أبدا. التعذيب استمر لوقت طويل وده خلاه يتعلم إنه مش مسموح له يخسر عشان هزائمه وانتصاراته ملك لعيلته. في اللحظة دي بالظبط أولبرايت بيرمي تعويذة بتطلع نحل وحشي وبيطلب من الكل يستسلم عشان يقدر يمسح ذكرياتهم عن المعركة اللي خسرها دلوقتي، لكن لو قاوموا ممكن يفضلوا فاكرينها في السماء. النحل بيبتدي يهجم، وبينما أوليفر وشيلا وناناو بيدافعوا عن نفسهم كايتي بتنادي على الكل عشان يدخلوا العش اللي هي كانت عملته بالفعل تحسبا للحظة دي، لأنها لما لاحظت إن السقف هنا ممكن يكون خلية نحل. كلهم بيتجمعوا بسرعة في العش، ورغم إن ده بيديهم شوية وقت بيحتاروا يعملوا إيه. أوليفر بيستنتج إنهم ممكن يستسلموا ببساطة لأنه بس عايز يمسح ذكريات هزيمته، بس ناناو بترفض وبتقول إنها عايزة البريت يعرف إحساس الهزيمة عامل إزاي. في اللحظة دي بالظبط شيلا بتقرر تكشف سر عمرها ما قالته لحد بره عيلتها، بتتحول لإلف ومفاجأة الكل.
لما النحل بيكسر المتاريس أخيراً، شيلا بتفعل فوراً تعويذة مزدوجة بتقتل نحل وحوش كتير مرة واحدة. مستغلة ده، ناناو بتقتل بسرعة باقي النحل وبتواجه ألبريت وبتطلب منه يرفع سيفه. الاتنين بيواجهوا بعض وشلوش، بس ناناو بتهزمه في حركة واحدة وبتدي لألبريت إحساس بهزيمة ممتازة جزء منه كان دايماً بيتمناها. الحدث ده بيتبعه لحظة ترابط بين الأختين، وأوليفر بيقرب من ألبريت وهو مزاجه حلو وبيقولهم هما الاتنين إنهم يقووا نفسهم عشان في يوم من الأيام يقدروا يعملوا ماتش إعادة. بعد لحظات قليلة، في اللحظة اللي بيقرروا فيها يرجعوا للمدرسة، بيظهر فجأة وحوش شكلها وحش ومخيفة وهم بيحاولوا يهربوا. الوحوش بتمسك ألبريت وفيو بيت. لما بيرجعوا لسطح المدرسة، أوليفر بيبلغ جودفري بسرعة باللي حصل، وهو بيرد إن حاجة شبه كده حصلت في المدرسة. هو بيكشف إن هي بقت تحت تأثير التعويذة، وده بيفكر أوليفر فوراً بالتحذير اللي هي اداهوله اليوم اللي قبله إنه ما ياخدش مغامرات كتير لفترة. بعد كده مجلس الطلاب بيتجه للمتاهة في مهمة عشان ينقذوا الطلاب اللي اتمسكوا. في نفس الوقت، السيوف الوردية تقريبا دخلوا في خناقة حامية لأنه عدا أيام من ساعة ما اختفى، وبسبب ده أوليفر بيقابل إخواته عشان يتوسلهم يساعدوا وهم بيوافقوا، بس وين بيقولوا إنهم ما يقدروش يحركوا رفقائهم دلوقتي. كاي حتى بيروح يشوف الأستاذ جارلاند، بس هو بيقول له إن الأساتذة ما يقدروش يتدخلوا غير لما الطلاب يعدي عليهم 8 أيام وهم مختفيين. هو بيقول له إن دي طريقة عشان يدربوا الطلاب عشان دايما يلاقوا طرق يخرجوا بيها من مشاكلهم. بعد كده ميليجان بتعرض على أوليفر وشيلا وكاي إنها تساعدهم يرجعوا صاحبهم، رغم إن فرصة نجاته يا دوب 20%، بشرط إن كيتي تشاركها في بحثها عن أنصاف البشر. هي كمان بتقترح تدربهم عشان يبقوا مستعدين أكتر عشان يحاربوا أوفيليا اللي أقوى منهم كلهم بكتير. في وقت متأخر من الليلة دي، أوليفر وشيلا وناناو راحوا المتاهة مع ميليجان وسايبين الاتنين التانيين الضعاف وراهم بس، وأوليفر بيجهز عشان يمشي، جاي اداله كيس بذور نباتات أدوات اللي استخدمها للمتاريس في حربه ضد النحل الوحوش. وكمان ميليجان بتدي لكيتي ايدها السحريه اللي ناناو قطعتها المره اللي فاتت، وبتقوله انها لو ما رجعتش الايد دي هتكون مفتاح عشان يوصل لملاحظات بحثها. في نفس الوقت، في الرحم اللي محبوس فيه أسرى أوفيليا، بيت بيصحى فجأة وهو مش متأثر، بس هو ما يعرفش ده. ومع إن ميليجان والباقيين بيبدأوا المهمة الخطيرة دي، هي بتحكي لهم أوفيليا ممكن تكون بتخطط لإيه، وعشان تحقق ده هي مسكت طلاب السنة الأولى عشان تستخلص منهم الحيوية. شلا تتفاجئ لما تسمع الكلام ده وتسأل نفسها هو قصده إيه. وهنا ميليجان يكشف صدمة إن أوفيليا محتاجة منى رجالي بس، والمنى ده بيجي من السائل المنوي بتاعه عشان تحقق خططها. الكلام ده يصدم التلاتة عشان معناه إنه جه عقبة في طريق خطتهم، بما إنه ريفيري، وده ممكن يخليه أول هدف لأوفيليا لو اكتشفته. في ناحية تانية من المتاهة، مجلس الطلاب بيقابل ووكر وهو بيديله خريطة قدر يرسمها بعد ما استكشف المستوى الثالث. في نفس الوقت ميليجان ومجموعتها بيواجهوا أول كيميرا، وبما إنه وحش أقوى من وحوش السنة الأولى، ميليجان بتقرر تستغل ده عشان تعلمهم إزاي يحاربوه، فبتواجهه لوحدها وهي بتديهم نصايح. دلوقتي بعد ما بقوا مجهزين بالمعرفة الصح، كلهم بيتجهوا للطبقة التانية. بعد ما مشيوا شوية، بيقرروا ياخدوا استراحة قبل ما يكملوا رحلتهم. وفي الوقت ده أوليفر بيستأذن عشان يروح يجيب مياه، بس هو بيعمل كده عشان يقابل تيريزا في السر. هو بيسأل عن إخواتها وتيريزا بترد إنهم خلاص في طريقهم للطبقة الثالثة، وبتضيف إن وين كانت قالت لها تتأكد إنها توصله تاني لما تشوفه، بس هي مش هتعمل كده عشان أوليفر دلوقتي هو سيدها من وقت التتويج، وقراراته ليها الأولوية على أي أوامر تانية اتدت لها. لما يسمع الكلام ده، أوليفر بيشكرها ويقولها تستكشف المنطقة وتتصرف مع أي وحش خطر في طريقها، بس بيحذرها ما تكونش متهورة. وبينما المجموعة بتكمل رحلتها، ميليجان بتلاقي الموضوع غريب إن مفيش وحوش سحرية كتير في طريقهم، وهي متعرفش إن تيريزا هي اللي اتصرفت معاهم. قريبا بيقابلوا جوريلا خطيرة بتطلع هي صاحبة المنطقة. ميليجان بتقوله يتجنب إنه يبين خوف، وبعدين بتقرب من الوحش عشان تتكلم معاه، بس الأخ مش فارق معاه اللي هي بتقوله، فبيستعد للهجوم. لكن ناناو بتوقفها وبتقرر تستخدم قدراتها التحفيزية، وده بيهدي الوحش وبيفتح الطريق. ميليجان تتفاجئ وتسأل نفسها هي عملت كده إزاي، وناناو تقولها عشان كده هي الأعظم على الإطلاق. على ناحية تانية، كورناليس كمان في مهمة عشان تنقذ إف، وبتاخد معاها لينيت اللي هي كمان في السنة الرابعة. بعد لحظات قليلة، وحش حشرة بيظهر فجأة والغوريلا بتحاول تقاومه فوراً، بس الحشرة بتقطع راسه الكبيرة بضربة واحدة، وده بيفاجئ ناناو والباقيين. هم فوراً بيبدأوا يهاجموه، وميليجان بتراقب من بعيد مستنية بس تتدخل لما يحتاجوا مساعدتها. مع استمرار المعركة بيكتشفوا نقطة ضعف الوحش، أو هم فاكرين كده، بس ميليجان بتفهم إن ده أخطر جزء في المعركة لما تواجه عدو جديد في اللحظة اللي تفتكر إنك عرفت إزاي تهزمه. أوليفر بيهجم على الوحش وهو بيستهدف نقطة الضعف المفترضة، بس بيتفاجئ لما يكتشف إنها كانت خدعة، بس بيكون فات الأوان عشان الوحش بيبدأ يرمي عليه هجمات. ميليجان بتدخل فوراً في المعركة وهي بتأمل إن أوليفر ميكونش مات لسه، بس وهي بتقرب بتكتشف مفاجأة إن أوليفر كان خدع الوحش ويقول له إنه كان متوقع ده، وبعدين بيوجه الضربة الأخيرة ويهزم الوحش. بعدين في نفس الليلة والكل نايم، ميليجان بتسأل أوليفر ليه بيخاطروا بحياتهم قوي كده عشان صاحب يا دوبك عرفوه، وهو بيرد إنه عادي مع إنه جاي من بيئة مش سحرية، فضل معاهم عشان ينقذ كاتي أول يوم اتقابلوا فيه بدل ما يهرب، وده خلاهم كلهم مبسوطين، عشان كده هم مستعدين يدعموه برضه مهما حصل. ميليجان منبهرة بصداقتهم، بس بعدين بقت عندها فضول بخصوص أوليفر، لأنه من الثلاثة المفروض يكون الأضعف، لأنه
زي ما بنقول كده متولدش بأي موهبة، ومع ذلك لسه بيطلع زيهم في القتال. ميليجان بتخمن إن أكيد حصل حاجة في ماضيه بتعوض النقص ده، بعدين بتقوله إنها قلقانة عليه بطريقة مختلفة عن نانا وشيلا. في نفس الوقت جوه بطن أوفيليا، روسي بيفوق وبيلاحظ إن وون لازم تكون ست عندها صدر، لأنه متأثرش بريحة أوفيليا اللي بتخلي الرجالة يبقوا مرحين. هو بيقول لأون إنه لازم يهرب، وإلا أوفيليا هتخليه أوناليتار لو عرفت، عشان يساعده يهرب. روسي بيخرم جسمه وبيطلع 3 كرات، الكرة المتفجرة وكرة الدخان عشان يساعدوه يهرب، وكرة الاستغاثة عشان يطلب مساعدة. تاني يوم بينما ميليجان والمجموعة مكملين رحلتهم، أوليفر بيبدأ يحس بحاجة غريبة وبيقول لناناو إنه ميكربش من شيم عشان هيجيب بيبي. ناناو بيستغرب إيه اللي بيحصل، وميليجان بتقول له إن ريحة أوفيليا بدأت تأثر عليه، بس ناناو الغبي لسه مش واخد باله. قريب بيوصلوا النهر وبيجهزوا نفسهم عشان يركبوا مركب، بس قبل كده ميليجان بتقولهم إنها عايزة تعلمهم إزاي يمشوا على المية، وهي بتوريهم. وناناو بيقرر يروح الأول، بس الغبي بيغرق على طول. أوليفر بيروح بعده وبيعملها على طول. بعد كده بينادي على ناناو عشان ينضم ليه، وبعدين شيلا بتنضم ليهم. كوروال ولينيد بيوصلوا برضه لضفة تانية من النهر، وعلى طول بيركبوا مكانسهم عشان يعدوا الناحية التانية. في نفس الوقت بينما ميليجان والمجموعة بيعدوا النهر في مركب، سايروس بيسد طريقهم فجأة وبيخوفهم. ميليجان بتحاول تقنعه يسيبهم يمشوا، بس هو بيرد إنه ممكن يستخدمهم هنا كده كده، لأنه كده كده هيموتوا على إيد أوفيليا. في اللحظة دي شيلا بتحاول تعمل اللي ناناو بيعمله كتير، تتكلم عشان تحفز، ومع ذلك كيريوس بيقولها تبطل هبل. في نفس الوقت ميليجان بتستغل الفرصة عشان تطلق شوية مانا، وده بيجذب على طول الكاميرا اللي أوفيليا كانت حطاها في النهر. بتهاجم سايروس مكانه لأنه عنده أكبر كمية مانا، وده بيدي ميليجان ومجموعتها فرصة يهربوا. بينما جودفري وويترا ماشيين في الطبقة التانية، بيفتكروا لما أوفيليا انضمت لأكاديمية كيمبرلي كطالبة سنة أولى. أول مرة جودفري شافها التنين بتاعه قام فجأة، بس هو روضه بالعافية بسحر. فضل يعاقب التنين بتاعه بالطريقة دي كل ما يشوفها، لحد ما اتعلم انه ما يقومش تاني في وجودها. وبعدين عرض انه يبقى صاحب اوفيليا. بعد كده هو خلاها تنضم لفريق المراقبه، بس الطلبه كانوا بيكرهوها بسبب الاهتمام الخاص اللي كان جودفري بيديهولها. كانوا بيتهموها انها بتتحكم في جودفري بريحتها، وبيقولوا ان كل اللي مؤخرتها الضعيفه بتعرف تعمله هو انها تغوي الرجاله. ده صح جانبها الشرير، وبدات تبعت اي حد يتريق عليها لعالم تاني. في الوقت الحالي اوفيليا بتقرر تبدا خطتها وبتخرج على طول، وبتسمح لهان انه يهرب. هو بيخرج من الزنزانة وبيكسر كرة النجدة في ساعتها على أمل إن حد ياخد باله. بيبدأ يدوخ وهو نفسه يشوف أصحابه تاني. بعد شوية أوليفر والمجموعة بيلاقوه وهو بيعيط جامد، وأوليفر بيحضنه. في اللحظة دي أوفيليا بتبان مبسوطة إنها مسكت ريفيرسي. ميليجان بيحاول يعمل اللي عملوه لناو، وبيطلب من أوفيليا إنها تسيبهم يمشوا لأنهم مش جايين يعطلوا خطتها. بس أوفيليا بترد إنها ما بقتش بني آدمة، لأنها وصلت لقمة سحر الإنقاذ، وبتبدأ على طول تردد التعويذة. ومهما حاولوا يوقفوها بيفشلوا لحد ما بتغطيهم كلهم في المنطقة الكبيرة بتاعتها. دلوقتي مفيش أي طريقة يهربوا بيها غير إن أوفيليا تشيل التعويذة أو تموت، فالكل بيستعد عشان يحاربها. بيبدأوا يشنوا هجمات كتير عليها بس هي ما بتتأثرش. فساعتها ميليجان بيقرر يغيظها ويفكرها إنها معرفتش تخلي جودفري يحبها لأنها كانت وحشة قوي ومش من مستواه. أوفيليا بتتعصب وبتشن هجمات ضخمة عليها، بس ميليجان بتناور بمهارة لحد ما بتقرب أكتر. أوفيليا بتمسكها بالكاميرات بتاعتها، بس ميليجان فجأة بتطلع ورقتها الرابحة باستخدام عينها المسحورة عليها، وده بيخليها تتحول لحجر على طول. مع ذلك أوفيليا بتتحرر من الحجر وبتكشف إنها مبقتش تتأثر بلعنات التحجير من زمان قوي. هي بتبدأ تعذب ميليجان، بس ميليجان زي الشابة العنيدة دي اللي مش هتبطل كلام مهما حاولوا يخوفوها. في اللحظة دي بالظبط شيلا وأوليفر بيدخلوا في المعركة وبيخلقوا فرصة لناناو عشان يهجم، بس لما بيحاول يقضي عليها فجأة بيشوف أوفيليا بتعيط وعلى طول بيشفق عليها. أوفيليا بتعيط أكتر لما بتشوف الحب بين وردات السيف، وبتتمنى إنها متكونش لوحدها في العالم ده. في اللحظة دي بالظبط بيبدأوا يسمعوا صوت عالي، وجودفري فجأة بيقتحم المكان مع ويترو وبيفاجئوا الكل. ويترو بيطمن أوفيليا إنه موجود دلوقتي وبيديها الرباط السحري اللي حوالين رقبتها. وهو بيقرب من أوفيليا، أوليفر بيحاول يقاطع عشان الموضوع خطر، بس جودفري بيوقفه. أوليفر ساعتها بيسأل مين اللي بيغني، وجودفري بيشرح إن عيلة أوفيليا وعيلة ويترو بينهم ميثاق، هو اتبعت عشان يكون معاها في وقت زي ده لما التعويذة بتاعتها بتستهلكها. ويترو بيقرب عشان يحضن أوفيليا وبيعذرها إنه ما خلاهاش تبتسم مع إنه كان وعدها إنه هيعمل كده. الاتنين بيختفوا والمنطقة الكبيرة بتنهار على طول، وبتسيب جزء أصغر وراها. بعد كده الكل بيرجع للسطح والمدرسة كلها بتتجاوز الحدث في كام يوم. بس في يوم معين وردات السيف ماشيين في ممر المدرسة بيعدوا جنب أساتذة كيمبرلي اللي من المستوى الأول، وأوليفر بيبقى مصمم أكتر إنه ينتقم. لو عجبك الملخص ده اعمل لايك للفيديو ده، وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف محتوى أكتر من ده. زي كل مرة شكرا إنكم اتفرجتوا علينا، شكرا على المشاهدة. اعمل لايك واشترك عشان تشوف فيديوهات أكتر من دي.